تخيل معايا انك عايش في اوضه كل الحوائط بتاعتها متغلفه بالبتاع اللي هو كله فقاقيع اللي مش عارفين اسمه ده. تفتكر هتتبسط ولا هتتضايق من شكله؟ كلنا عارفين ان البابل راب معموله علشان خاطر تتغلف بيها الاجهزه والحاجات اللي ممكن تتكسر، بس احب اقول لك يا عزيزي المشاهد ان ده ما كانش الغرض من اختراعه خالص. كان معمول اصلا علشان خاطر يستخدم كورق حائط، والفكره بدات سنه 1957 لما اتنين مهندسين بالصدفه حطوا ستارتين حمام فوق بعض، فاتحبس بينهم شويه هواء وعملوا شكل فقاقيع. فالشكل ده عجبهم جدا وقرروا يعملوا ورق حائط مجسم بنفس الشكل ده، وافتكروا ان فكرتهم دي هتفرقع الدنيا. المهم ان الفكره فشلت وما عجبتش حد غيرهم، فقالوا شغلوا دماغهم اكتر وحاولوا يقنعوا الناس ان هم ممكن يستخدموا الاختراع ده كعازل ضد الهواء، وحاولوا يقنعوا الناس ان هم يستخدموه كعازل لحراره الجو. وبعد 3 سنين من الافكار والمحاولات الفاشله ما وصلوش لاي حاجه، لحد ما جالهم واحد شغال في تسويق اجهزه الكمبيوتر وقال لهم ان الشركه عامله جهاز جديد وشايفه ان الاختراع ده هيحميهم من الصدمات. وكانت شركه اي بي ام هي وش السعد عليهم، ومن بعدها مصانع وشركات كتير بدات تشتري المنتج بتاعهم وانتشر في العالم كله وكسبوا من وراها ملايين، وربنا عوض صبرهم خير. وبس كده.